السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يرحم الرياليين يرحمه الله. هذه هزيمة قاسية، هذا حرق أعصاب. يعني شوفوا الهدفين، شوفوا الهدف الأول وشوفوا الهدف الثاني الآن. هشوفوا الهدف الثاني. طيب، كل هدف أجمل من هدف، خاصة الهدف الأول. الهدف الأول طبعا كسر جميع الكؤوس حقهم اللي حصلوهم ريال مدريد، مكنوا 36 بطولة ومش عارف ايش. كسروا. والهدف الثاني كسر البقية، ما باقي. فالله يرحمه، المفروض خلاص يتركوا لهم الحكاية الرياضة، والمسلمين يروحوا لهم هكذا أي دولة في أفريقيا، وحتى برضو المسيحيين والمسلمين المسلمين يروحوا يعبدوا الله هناك من مسبحة وسجادة، وخلاص يقضوا يعني يعيشوا بقية حياتهم هكذا يعبدوا الله هذا، وخلاص وانتهى الكلام. بدل يعني حرب نفسية أصلا ومعاناة، يعني أهداف مرة هذه يعني تؤثر على الناس، على كل واحد نفسيا بالتأكيد. والآخرين أيضا الشعوب الأخرى اللي هم يشجعوا أيضا يذهبوا لهم كنائس هكذا ويعبدوا حقهم الآلهة كما وانتهى الكلام. لأنه هذه الأهداف قاسية، يعني أهداف قوية، لعب، متعة، فن. يعني الحقيقة أنا ما يعني أشوف إنه صعب إنه يعني كيف بيعيشوا بين البشر، كيف بيعيشوا بين الرياليين وبين بقية المجتمعات. فأحلى حاجة يعتزلوا يعني التشجيع حق الرياضة للريال وانتهى الكلام، ما فيش داعي يتعبوا نفسهم أكثر من كذا. هذا اللي أشوفه أنا أشوفه هكذا، والله أنهم يرحموا. وننادي ونطلب من كل البرشاويين أنهم يتعاملوا معهم بلطف وبحب هكذا، وما يعقدوهمش، ما يزيدوهمش. يعني قد هم يكفيه اللي فيهم، لأن الهزيمة هذه تكفيهم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.